أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في طبيلتي ديال رمضان، طبيلة ساهلة وبسيطة على قد الحال إلا قبلتو عليها. غادي نشارك معكم حويجات اللي هما ساهلين وبساطين. أول حاجة غنشاركو الفلون يعني صايبت العادي، لكن العصير فقط بجوج مكونات ولا بثلاثة المكونات كيجي هائل بزاف، وكذلك البريوش. فخليكم مع لوحة المقادير، نديركم شوية ديال التشويق باش نشوفوا الطريقة مع بعض. فكما العاده اول حاجه كنصايبوا التحليه، لكن هاد المره بصراحه من كنكون عيانه ما كنقدر ندير حتى حاجه، فما كيبان لي غير في داك لو فلون اللي كنصايبو. فانا هنايا بالنسبه للاخوات كيفاش كيجي الفلون عاقد، راه باش تشوفوا راه صايمه طاح لي حتى لو فلون في الحليب. المهم ما علينا، درنا جوج اكياس ونصف اولا ثلاثه مع يطرو ديال الحليب. يعني انا دائما كنصايب الكميه تكون كثيره وكنحطها على العافيه حتى كتغلي وحتى كتسخن مزيان، وكنصبها في الكؤوس وندخلوها للثلاجه. اللي بغات تصايب غير جوج مع يطرو، انا كنصايب ثلاثه باش كتجيني عاقده او الفلون كيجي عاقد. ندوزو دابا العصير اللي كيجي رائع بمكونين، وهذا هو المكون الاساسي ديالو، هو هاد الساشي ديال العصير. الا عقلتو عليهم سي بون، راه كاينين بزاف، كاين طون، كاين بزاف، يعني درت الاشاره بزاف. المهم انني كنديرو في الخلاط. انا استعملت ديال الخوخ لانه هو اللي كيجي لذيذ صراحه. درت معاه 900 ملي ديال اللبن، وكندير مع هاد الكيس كامل. ممكن ديرو غير النصف، ممكن ديرو كامل، انا درتو كامل. وغادي نضيف ليه نصف لتر د الحليب حتى نخلط مزيان. غنضيف ليه نصف لتر، لان الساشي راه تيكون مخلط مع ايطرو ونص، فالكميه اللي غديروها بين الحليب واللبن تكون ايطرو ونص، ونحطوه في الثلاجه. بالنسبه هنايا البريوش ديالنا راه تيجي لذيذ ما تصوروش بشحال كيجي زوين. هاد العجينه هادي انا ديال المعتمده عندي بصراحه. كندير كاع المكونات، كنبسبسها مع الزبده مزيان، وكنبدا كنضيف في الحليب حتى كتجمع لي. الاخوات اللي بغاو يزيدوا بيضه راه ممكن، هذا عجين ديال البريوش يعني ممكن تستعملوا به اي نوع، اي حاجه، اي حشوه، اي شكل، راه ما كيتغيرش، كيجي بزاف زوين. في الاول راه كتكون كتلصق في اليد، لكن محدكم وانتم كدلكوها كتولي الاستيك بحال هكا. كنغطيها وكنخليها ترتاح، راه ما كتحتاج انها تخمر، راه غير اون فوا كتصايبوا العجينه ديالتكم ولا الحشوه ديالتكم عفوا راه كتقاد. دونك انا بالنسبه للمقله انا قليت فيها شويه ديال الخضر، بصله والفلفله خضراء وحمراء مع شويه ديال العطريه. سلقت الشعريه مع الماء مملح والبزار وصفيتها مزيان وخليتها حتى بردات. كنضيفها على الحشوه ديالي، كنضيف الزيتون الاخضر وكنخلط مزيان. انا الحشوه هنا استعملت غير الطون، فلهذا ما استعملتش صدر الدجاج. الا استعملتوا صدر الدجاج فقليوه في الاول مع الخضر اللي عندكم. وزدت كذلك هنا في الاخير من بعد ما خلطت كل شيء شويه ديال الطون، شويه ديال السرمي مقطع صغير، والحشوه دائما كتبقى على حسب الرغبه ديال كل وحده. كنجيب هنا العجينه ديالتي، بما انني بغيت الشكل اللي وريتكم راه كيدار في القوالب ديال الكاب كيك. دونك في القالب الكبير اللي كيكونوا فيه الكاسات ديال الكاب كيك، فلهذا غنقطعوا قطع صغيره ولا كرات صغيره، ممكن تعبروهم ممكن تخدموهم. فانا الكميه اللي عطاتني هي 12 الحبه اللي خدمت بها. دونك كنبدا كنسرحها بحال هكا، ما كنسرحوهاش. وهنا فين كاين السر، انه ما كنسرحش داك الوسط، يعني كنسرحو غير شي شويه. كنحاول من الامكان دوك الجوانب يكونوا رقاقين كما كتلاحظوا حتى كيلصقوا مع سطح العمل. كنجيب الحشوه ديالتي كنوضعها في الوسط، بحال الا عقلتوا لا فيديو اللي حطيت لكم ديال المخامر، دائما كنخليو داك الوسط كيكون يعني العجينه كتكون فيه غليظه وسميكه، اما الجوانب حيت كيتجمعوا باش ملي يجي واحد ياكل واحد ما كيبقاش ديك العجينه متجمعه لتحت. واذا لقيتوها بزاف فنقصوا منها باش هكا تجيكم الكره ديالكم مزيانه. صافي كنحاول نسدها مزيان بحال هكا وكنكورها وغنحطها جانبا. انا من بعد ما تنساوش انكم ديروها صراحه بميكا باش ما تنشفش معاكم، باش تجيكم سهله. كما العاده كنطلقها واحد جوج طلقات، وكنبقى نطلق ديك الساعه غير دوك الجوانب اللي عندي. داك الوسط كنخليه هكاك غليظ، يعني ما كنطلقو شي، كنخليه هكاك. كنوضع الحشو ديالي في الوسط وكنبدا كنسد الجوانب وهكا كنصنع كرات. هنا الكرات اذا عندكم ماشي ضروري ديروا القالب ديال الكاب كيك، راه ممكن ديروا السيركل الا عندكم شي سيركل هكا، ممكن ديروا خبزه وحده، ممكن ديروا الشكل اللي بغيتو. غنشارك معكم بزاف الاشكال، فسجلوا هاد العجينه هذه لان راه غتنفعكم بزاف غتغنيكم على جميع العجائن اللي مولفين كتستعملوها، لان كتجي رطبه ما كتجيش قاصحه وكتجي فتيه، كتجي زوينه وما كتجيش غليظه بزاف. انا دهنت هذا المول هذا ديال لي كاب كيك بالزبده ورشيته بالدقيق،
وحطيت الحبات. فأنا في الأول حطيتها ما دخلتش، فحاولت أنني بحال اللي كندعكها شوية بيدي، كندعكها ما عرفت منين جبت هاد المصطلح، المهم كنضغط عليها شوية بيدي وكنحطها في القالب ديال الكاب كيك، وهكا كنكونوا صايبناهم. يعني ممكن توجدوهم مع الصباح وتخليهم حتى للعشيه، ولا ماشي مشكل لان ما فيهاش الخميره كثيره، راه ما كتخمرش بزاف، يعني كتجي زوينه. خديت انا صفارة البيض خلطته مع شويه ديال الحليب باش يترخى معايا، ونيت كما قلت لكم هاد العجينه كتجي طريه رطيه، فما راني صايمه، ما تخليوش تجيكم قاصحه بصفار البيض بوحدو. دير مع الحليب وشويه ديال الجنجلان وصبروا عليهم حتى ما بغيتوهم ودخلوهم الفران يطيبوا من التحت عاد من الفوق. بالنسبه للعشاء فانا صراحه حارت لي كل مره شنو غندير، خصنا شي حاجه اللي تكون سهله. فدرت اللحم مفور مع الخضره. خديت الخضر كلها اللي عندي في الدار، يعني اللي متوفر عندكم واللي كتاكلوا. انا درت هنايا الفته، جوج ديال القرعات، ودرت البطاطا بكثره على حسب الدراري، شويه ديال القزبر معدنوس، شويه ديال الثومه، وشويه ديال العطريه، كلشي يعني درت كل اللي فاني طراب، شويه البزار، خرقوم، تحميره، ملحه، وممكن ديروا كنور. انا ما درت غير زيت الزيتون بوحده والملحه بوحده، يعني ما درت لا زيت نباتيه ولا كنور. زيت طريفات ديال اللحم باش تعرفوني صايمه ديالت بصح. فدرت الكميه ديال اللحم وفي الاخر ما بغيت نقلب، ما بغاش يتقلب ليا ما بغاش ندخل فيهم الترموله، فنقصت اللحم تاعي حتى دخلت داك العطريه في اللحم اللي عندي الاول، عاد زدت الكميه الاخرى. في نفس الوقت انا كدايره البرمه كطيب، يعني كتسخن الماء فيها كيسخن بكثره، لاننا كنوجد كلشي مع الصباح باش هكا مع الليل كتسخني وصافي، يعني ما كتحتاجيش تبقاي واقفه نهار كامل في الكوزينه. بالنسبه للعطريه نسيت ما حطيت لكم الكمون، لان اي حاجه كما قلنا من قبل كنفوروها او لا كنشويوها راه كيكون فيها الكمون. صافي كنوضع اللحم هو الاول لتحت في الكسكس، عاد كندير عليه الخضره. وهنا الاخوات اللي بزاف كنلقاو ديما كيديروا القباره، كيقول لك راه كلشي طاح لينا من العطريه وكلشي. فبصراحه الطريقه اللي كتجي زوينه بالنسبه للتصفويره، سواء كانت في الخضر بوحدها او لا في اللحم، فهو انكم تغطيوها بلاستيك بحال هكا غذائي، يعني بلاستيك ديال اللحم اللي كيدخل الكونجيلاتور، وكنخليوها حتى كتفور، وكنقدموا كلشي بالصحه والراحه. نتمنى هاد لا فيديو تكون عجباتكم وتكونوا استمتعتوا بالفرجه ليها. ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم وتجربوا هاد الوصفات اللي كنحط لكم. البريوش راه كيجي اكثر من هائل، وكذلك العصير صدقوني راه غادي يولي معتمد عندكم بزاف. ما تنساوش انكم تشاركوا لا فيديو باش تعمل الفائده على كلشي، وباش نحط لكم كذلك باش تدعموني باش نحط لكم فيديوهات جداد. ما تبخلوش عليا كذلك بالتعليق ديالكم، والى اللقاء في ملتقى اخر وفيديو جديد ان شاء الله.